يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. النهاردة بقى عاملين صينية مكرونة بشاميل جوسي ولوسي وبوسي وكل حاجة، غرقانة كده الصوص البشاميل. أنا بعمل المكرونة البشاميل دي أوقات بعمل البشاميل بتاعها تقيل وأوقات خفيف. أنا بحبها بصراحة بتبقى غرقانة كده. يعني انا مكرونه بشاميل يعني تطلع كده ايه مفرفطه، مش ما بتطلعش خرطه. انا ما اعرفش الناس اللي بتعملها خرطه دي ليه، يعني لا انا احبها جوسي كده وفكه من بعضها غرقانه في الصوص. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. نزلت اول حاجه سلقت المكرونه ميه مغليه وحطيت فيه معلقه ملح، بحط الزيت للمكرونه. سبتها تتسلق وجيت بقى اعمل ايه الحشو بتاع صينيه المكرونه. شويه زيت حلوين، رحت نازله بالصدور اللي انا مقطعاها صغير، شوحتها كويس، اديتها تشويحه حلوه كده. وبعد كده رحت نازله عليها ببصلايه كبيره بيضه. حسيت لا انا محتاجه اغير في الالوان بتاعتها، رحت نازله كمان ببصله حمراء. البصل الاحمر مع البصل الابيض بيدي نكهه حلوه قوي. بعد كده نزلت بالبهارات، انا اديتهم تشويحه كويسه. حسيت ان محتاجه تاني، رحت نازله بمعلقه بهارات شيش طاووق. رحت نازله بقى بطماطمايه كده وفلفل الوان، واديتهم تقليبه برضو وسبتهم ايه ياخدوا غلو. كنت بشرة جزرة حطيتها في الاخر كده عشان انا بحب الحاجه تبقى مقرمشه سيكه يعني. نعمل بقى صوص البشاميل. معلقتين سمنه كبار على 3 معالق دقيق، شوحتهم كويس. ريحه الدقيق طلعت، رحت نازله عليهم باللبن وواحده مرق الدجاج وشويه فلفل اسود، ونزلت وشويه ملح. بعد ما خد غلوه كده رحت نازله عليه بمعلقتين جبنه كريمي، وهو لسه خفيف ما تقلش. رحت واخده منه فيه 3-4 مغارف كده للمكرونه. قلبتهم كويس عشان تبقى المكرونه كده غرقانه في صوص البشاميل. كان الحشو استوى، الفراخ استوت. رحت نازله عليها. الاول كنت برصها مكرونه وحشو وبعد كده مكرونه، لا بقيت لما بقلبها في بعضها بتبقى كل المكرونه واخده من طعم الحشو، يعني كلها واخده طعم حشو واحد. بعد كده البشاميل كان تقل شويه، رحت بقى ايه نازله بيه على المكرونه، ظبطت الصينيه ودخلتها الفرن. نعمل بقى ايه جلاش. الجلاش المره دي هعمله رول مش صينيه على بعضها. ومش عايزه دسمه يبقى عالي عشان المكرونه بشاميل فيها سمنه، وانا عايزه الاكله يعني ايه ما تبقاش تقيله قوي، وكمان الجبنه بتبقى لما بتسيح كده بتبقى تقيله يعني. ورقه جلاش. وبعد كده رحت نازله ورقه جلاش واحده واطبق نص ورقه، ابقى اقسم ورقه الجلاش على نصين، اقسمها احط عليها الحشو عشان تبقى محمله. اهي ورقه جلاش، وبعد كده نص ورقه جلاش في النص عشان تحمل الحشوه، وانزل بماده دهنيه والف، وهكذا مشيت بنفس الخطوات. خلصت حشو الجبنه، رحت بقى كان باقي شويه فراخ برضو عملت بيهم، ومقلله الماده الدهنيه دوبك بس تدي توريقه بسيطه كده. انا مش عايزاها دسمه قوي ومش عايزاها مورقه اللي هو لا، انا كانها زي ساندوتش كده. نزلت بقيه الكميه، خلصتها. عملت بقى التسقيه بيضايه وكوبايه لبن وعليهم سنه فلفل اسود بسيطه جدا، ونزلت بحبه البركه على الوش ودخلتها الفرن. يا عالجمال والروعه، كانت حلوه جدا. وبصراحه بتمسكي قطع على بعضها كده زي ساندوتش تاكليها من غير بهدله. وكانت الجبنه بتبظ وتلظ منها هي كمان. كانت سخنه مولعه مكنتش عارفه امسكها كده. انا طبعا عامله من ناحيه فراخ ومن ناحيه جبنه، فباخد واحده من على اليمين وواحده من على الشمال. كانت حلوه جدا. كده فيديو النهارده يكون خلص. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد. كانت معاكم ساره الهواري. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.